25 من يناير سوى في شعورهم بالفخر والكرامة لإسقاط رموز النظام السابق. في بيروت حاول عدد من العمال المصريين الحصول على مزيد من الحرية في العمل في لبنان، حيث تشترط قوانين العمل هناك وجود كفيل للعامل المصري قبل أن يحصل على تصريح عمل، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى مقر وزارة العمل اللبنانية للمطالبة بمعاملتهم مثل العمال السوريين الذين يواجهون قيودا أقل في لبنان. عشان عاوزين نشيل الكفيل والمعامله بالمثل مع لبنان، مش عايزين اكتر من كده. السفير من الصبح ما سالش فينا، ما نزلش، ضربنا بالنار، ضرب بالميه، اهانه، ما فيش بعد كده، ما حدش سال فينا. وقال المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم إن عددا من الأشخاص أصيبوا في الاشتباكات، بينهم 8 من عناصر الشرطة ومتظاهرين. ويطالب العمال بمزيد من الحرية في العمل في لبنان التي تعد مقصدا لآلاف المصريين الذين يبحثون عن عمل في الخارج، حيث أنهم لا يستطيعون أيضا تغيير عملهم دون موافقة صاحب العمل الأصلي، ليظل نظام الكفيل متحكما في العمالة المصرية في الخارج التي تبحث عن لقمة العيش بكرامة وحرية، خاصة بعد ثورة 25 من يناير التي غيرت الكثير من المفاهيم ليس في مصر فقط ولكن في دول العالم أيضا. في الأزمة السورية أكدت مصادر